قبل ما نتكلم عن تاريخ الكهرباء، خليني أقولك إن البشرية آخر 150 سنة شهدت تطور تكنولوجي عجيب. بالظبط قبل 225 سنة بالظبط كان الإنسان ما عندوش إضاءة ولا لمبة ولا يعرف أي استخدامات للكهرباء ولا إضاءة بالكهرباء ولا تكنولوجيا. كانت الحياة بدائية جدا، وكانوا بيعتمدوا في الإنارة على شمعة أو لمبة غاز. بالصدفة من 225 سنة العالم أليساندرو فولتا يكتشف ويخترع أول بطارية في التاريخ تولد تيار كهربي. وكان اكتشاف التيار والاختراع للبطارية اللي هي العمود الفولتائي صدفة بحتة تماما، تنقل تاريخ البشرية نقلة تغير حياته تماما، وتوصل بيه انك ماسك تليفون في ايدك، عندك اضاءة في كل حتة، متصل بشبكة واي فاي بتتجاوز المسافات، شبكة بتربط العالم كله ببعضه. صدفة بحتة لان العالم فولتا ما كانش يعرف يعني ايه بطارية ولا تيار كهربي مستمر، ولا كان عايز يخترع حاجة تساعده او تعمل حاجة. كل ما في الامر ان قبل العالم فولتا كانوا بيلاحظوا ان في مواد بتوصل كهرباء، مواد عازلة، بيحصل تفريغ كهربي، بس ما كانوش عارفين ايه اصل الكهرباء دي. هما كانوا بيشوفوا ظواهر بس. مرة عالم تشريح اسمه لويجي جالفاني بيشرح ضفدع، لقى ان رجل الضفدع انقبضت واتحركت. قالك يبقى الكهرباء بتيجي من اجسام الكائنات الحية الحيوانية، والكهرباء حيوية. العالم فولتا رفض الكلام ده وقال ان الكهرباء جت من المعادن اللي كان بيستخدمها في التشريح وتفاعلها مع الأحماض اللي في جسم الضفدع. وبالفعل دخل معمله وجاب معادن مختلفة زنك ونحاس وحط بينهم فوطة مبللة بمحلول حمضي. لاحظ ان في تيار كهربي بيتولد بمجرد ملامستهم. لما رص اكتر من كرسي زنك زائد نحاس وبينهم طبقات مبللة بحمض، لقى التيار بيزيد. ودي كانت اول بطارية، وكان اول مرة يشوفوا تيار كهربي مستمر، وما كانوش يعرفوا اي استخدامات ليه في الوقت ده. المهم بعد اختراع العمود الفولتائي، وبنقول عمود فولتائي لانه كان عبارة عن اقراص مترصة فوق بعضها البعض بينهم فوطة مبللة بمحلول حمضي، واللي هي تعتبر اول بطارية في التاريخ. بعدها حوالي سنة 1808، يعني من حوالي 217 سنة بالظبط، ظهر أول ضوء كهربي في التاريخ على يد العالم هامفري ديفي. عمل مصباح القوس الكهربي باستخدام بطارية فولتا. ده يعتبر أول ضوء كهربي في التاريخ، لكنه كان قوي جدا وقصير العمر وما ينفعش يتوزع أو يدخل في البيوت. لحد سنة 1879 يتعمل أول مصباح استخدم فعلا في البيوت والمصانع، اتعمل على ايد العالم توماس اديسون. يعني من حوالي 147 سنة كان اول مصباح كهربي. عام 1882 اتعملت اول محطة كهرباء تجارية في العالم في شارع بيرل بنيويورك على ايد العالم توماس اديسون برضو. وزعت المحطة دي كهرباء على حوالي 85 مبنى، مكاتب وبعض البيوت الغنية. يعني من حوالي 143 سنة اتعملت أول محطة كهرباء في التاريخ، وكانت قائمة على التيار المستمر اللي بنسميه DC current. من سنة 1880 لحد سنة 1895 العالم نيكولا تسلا ورجل الأعمال جورج ويستنجهاوس يطوروا نظام جديد للتيار، وهو التيار المتردد اللي بنسميه AC current. حصل صراع ضخم بين العالم إديسون صاحب أول محطة كهرباء بالتيار المستمر DC current وتسلا ويستنجهاوس اللي كانوا بيكتشفوا ويطوروا التيار المتردد AC current. وسمي هذا الصراع حرب التيارات. في حرب التيارات العالم إديسون كان خايف يخسر استثماراته في التيار المستمر، فشن حملة ضد التيار المتردد. عمل تجارب علشان يثبت انه خطير، لدرجة انه اخترع الكرسي الكهربائي لتنفيذ الاعدام بالتيار المتردد علشان يخوف الناس منه. لكن مع الوقت بقى واضح جدا ان التيار المتردد هو الافضل والارخص والاكفأ. سنة 1886 تم تنفيذ اول محطة توليد كهرباء بالتيار المتردد، يعني من حوالي 139 سنة. ايه بقى الفرق بين التيار المستمر والتيار المتردد على السريع كده؟ التيار المستمر مشكلته كانت انه ما بينتقلش لمسافات طويلة.
الجهد بيفضل قليل. لما تحاول توصل لمسافة أكبر الفقد في الطاقة بيبقى ضخم جدا، فلازم المحطات تكون قريبة جدا من المستهلكين، على عكس التيار المتردد اللي جه وحل المشكلة دي، وكانت فكرته إنك تقدر ترفع الجهد وتنقله لمسافات طويلة وبعدين تنزله تاني للاستخدام. بعد ما اتعملت محطات الكهرباء ودخلت الإضاءة بشكل واسع، توالت الاختراعات والتكنولوجيا اللي قامت واعتمدت اعتماد كلي على الكهرباء. زي سنة 1876 العالم ألكسندر بيل اخترع الهاتف، يعني أول تليفون بدائي كان من حوالي 149 سنة. هو ما كانش بيستخدم أصلا، ده كان مجرد تجربة علمية قامت على الكهرباء بشكل كامل. الفكرة كانت إن الصوت ممكن يتحول لإشارة كهربية ويرجع تاني لصوت، وهنشرح ازاي الفكرة جت وازاي اتطبقت بالتفصيل. السلسلة دي هنشرح فيها كل حاجة بالتفصيل، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. بعدها بسنتين كده بدأوا يعملوا خطوط هاتفية بسيطة بين مكاتب أو مصانع أو بيتين قريبين. بعد شوية اتعملت فكرة السنترال سويتش بورد، موظفة تقعد توصل الأسلاك يدويا بين كل اتنين عايزين يتكلموا. زي ما بتشوف في الأفلام القديمة البنت بتوصل جاك في لوحة علشان توصلك بالمكالمة. سنة 1895 كانت بداية اختراع الراديو، وكانت تجارب علمية فقط برضو وقتها. لحد سنة 1900 استخدم الراديو عسكري وبحري واتصالات رسمية فقط، لحد ما نوصل لسنة 1920 الراديو يدخل البيوت وينتشر كوسيلة ترفيه وإعلام. يعني الراديو استخدم لأول مرة في شكله البدائي في البيوت من حوالي 100 سنة. عشان كده تلاقي جدك يقولك اللي كان عنده راديو ده كان باشا، لأنه اخترع على أيامهم وما كانش موجود إلا في بيوت الأغنياء. لحد ما وصلنا لسنة 1900 حصل انتشار للكهرباء في المدن الكبرى، المصانع والبيوت بدأت تشتغل بالكهرباء. هو مش احنا عملنا محطات كهرباء وإضاءة من سنة 1882؟ أيوة، بس قبل سنة 1900 الكهرباء كانت لسه حاجة محدودة جدا، موجودة في تجارب علمية أو في بعض المصانع أو الشوارع الرئيسية اللي فيها إضاءة بالكهرباء. يعني من حوالي 100 سنة بس بدأت الكهرباء تنتشر على مستوى واسع. ما تنساش إن أجدادنا مش القدماء، لأ، جدك عادي اللي ربنا يديله الصحة لو عايش ويرحمه لو توفى، لو كانوا عايشين في الأرياف فالفترة قريبة ما كانتش دخلت عندهم الكهرباء لسه. يعني ممكن نقول من 50 سنة بس بدأت الكهرباء تكون أساس حياتنا في كل حتة، لكن قبل كده كانت لسه مراحل انتشار. وفي ظل انتشار الكهرباء كانت بتتبني عليها تكنولوجيا كاملة، أبحاث واختراعات رهيبة كلها كانت مبنية على الكهرباء. سنة 1930 بداية البث التلفزيوني الأبيض والأسود، لكنه كان بداية البداية. الأجهزة كانت كبيرة جدا وغالية جدا ومش منتشرة في البيوت العادية. البث كان محدود جدا، ساعات قليلة في اليوم، برامج تجريبية وأخبار رسمية. الصورة كانت أبيض وأسود وبدقة ضعيفة جدا. 1950 التلفزيون يدخل البيوت زي ما دخل الراديو في العشرينات. متخيل؟ ما بين كل اختراع واختراع آخر عبقري ما كانش بيكمل 30 أو 40 سنة. مجرد اكتشاف التيار الكهربي فتح علينا ثورة من العلم والاكتشافات والاختراعات اللي قامت كلها على استغلال الطاقة الكهربية اللي سخرها لينا ربنا، واللي قعدنا آلاف السنين علشان نكتشف بالصدفة طريقة تفعيلها واستغلالها وتسخيرها لينا عشان تغير حياتنا. احنا هنقف النهاردة عند سنة 1950 ونكمل باقي المقدمة الحلقة الجاية ان شاء الله. وفي النهاية رأيك يهمنا، قولي في كومنت استفدت حاجة ولا لأ، ايه اللي عجبك او ايه اللي ممكن نحسنه. الرحلة هنا في القناة هتبقى طويلة لاننا هنشرح كل تفاصيل التكنولوجيا بالتفصيل، ازاي الافكار اتكونت وازاي اتنفذت. والسلسلة هنا كل حلقاتها قايمة على بعضها. لو اول مرة تشوفنا نصيحتي تشوف حلقات السلسلة من الاول.